من الذي سيقوم بتنفيذ الامال والاحلام الجميله بتاعت حضراتكم على القطاع الخاص ام القطاع العام؟ فتره الستينات اللي كان بيقود قاطره التقدم في مصر وقاطره الصناعه كان القطاع العام. الاستاذ هيكل بيقسم مصر الجمهوريه الاولى اللي هي عصر عبد الناصر والخمس سنين الاولى من عصر السادات اللي هي تم فيها الحاجات الجميله اللي الساده بيتكلموا عليها. الفتره الثانيه اللي هي 5 سنين الاخيره من عصر السادات وال30 سنه بتوع الرئيس حسني مبارك السابق، دي الفتره كان بيقود فيها التقدم في مصر والصناعه وخلافه القطاع الخاص، وهو قطاع في مصر بيعمل مساكن، بيعمل بكتير قوي سيراميك، بيعمل سجاد. اما الصناعات دي من الذي سيقوم بتحقيق الحلم؟ هل القطاع العام اللي احنا بنستكمل حاليا تحطيمه؟ من الذي كان يقوم بالصناعات البحريه الجميله؟ السؤال واضح وسنفتحه للنقاش، لكن اشكرك اولا واتحول ايضا بالهاتف الى الربان احمد حافظ رئيس جمعيه ضباط البحريه التجاريه. اتفضل يا سياده الربان. السلام عليكم، تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك الكرام دكتور حداد والاستاذ يوسف. الحقيقه يمكن انا شايف اهتمام الدكتور حداد بصناعه النقل البحري ككل، لكن انا يمكن هركز على نقطه صغيره، هي مش صغيره، هي قلب الصناعه. انا هتكلم على السفينه. السفينه هي قلب صناعه النقل البحري واللي بتدور حواليها كافه الانشطه. واطقم السفن هو تلك الفئه اللي بتضيف تلك السفن. يبقى احنا محتاجين ان احنا نركز على العماله البحريه كشكل من اشكال النهوض بالسفينه اللي هي قلب الصناعه. يمكن في مصر بتعاني العماله البحريه من الكثير من المشاكل التي تعيق انتشارها وتسويقها على المستوى الدولي. والحقيقه بتعترض مسار وتهدد وجود تلك العماله اللي هي قديمه من قدم التاريخ زي ما ذكر ضيوفك الكرام. في كل دوله بيتعمل كيانات وطنيه لحمايه البحاره، واقصد بالكيانات دي هي النقابات العماليه سواء كانت او المهنيه. وللاسف لو احنا نقارن اوضاع العماله في مصر ومثيلاتها من الدول البحريه والدول المصدره للعماله البحريه، هنجد لديهم نقابات قويه جدا بتحمي البحاره وتدعمهم وتطور ادائهم وتفتح لهم اسواق عمل في جميع انحاء العالم. طب سياده الربان كان في سؤال محوري الحاليه هي النهوض بالعماله البحريه وتوفير الحمايه لها. السؤال اللي كان بيطرحه المواطن الاستاذ حسن حمدي من القاهره، يعني من المسؤول عن هذه الاداره في المرحله المقبله؟ يعني اذا كنا بنتحدث عن فتره طغى فيها القطاع العام او سيطر على مجريات الاقتصاد، ومرحله تاليه القطاع الخاص له اليد الطولى او العليا في هذا القطاع، يعني كيف تبدو الاداره الملائمه من وجهه نظرك للنهوض بقطاع مثل قطاع الاقتصاد البحري؟ يعني طبعا كلنا عارفين ان احنا الاداره كانت في المرحله السابقه ومن 60 سنه في ايدين يعني ناس للاسف لم يكن لديهم الخبره الكافيه لاداره قطاع عظيم زي قطاع النقل البحري يحتاج خبرات. المرحله الحاليه المفروض تبدا زي ما قال ضيوفك برضه الكرام وانا بايدهم جدا بوزاره نقل بحري. احنا عندنا وزاره للطيران المدني، مع ان النقل البحري بيمثل 90% من التجاره الدوليه. فاحنا لما بنتكلم على تنظيم وكيان لازم نلتزم بدايه بهيكل ينظم للمرحله الحاليه وهي وزاره نقل بحري تضم تحت منها كيانات تخضع لاشراف الوزاره ولادارتها. اشكرك ربان احمد حافظ رئيس جمعيه ضباط البحريه التجاريه.